السلام عليكم. معاكم دكتور إبراهيم. هنتكلم في الفيديو ده عن كل اللي حضرتك محتاج تعرفه عن السكر التراكمي. إيه هو السكر التراكمي؟ ده اختبار في الدم بيوضح لنا مستويات السكر في الدم كانت عاملة إيه على مدار الثلاث شهور اللي فاتوا، وبنطلبه لسبب من اتنين. أول سبب عشان نعرف لو حضرتك مريض سكر أو في مرحلة الخطر، أو مستويات السكر في الدم عند حضرتك طبيعية ونستبعد مرض السكر. تاني سبب لو حضرتك مريض سكر وماشي على علاج، عايزين نعرف العلاج اللي حضرتك ماشي عليه بالجرعة اللي حضرتك ماشي عليها مناسبة لحضرتك ومحققة الهدف بتاعنا ولا لا. المفروض يكون كام؟ ده بيعتمد على احنا بنعمله ليه. لو بنعمله علشان نعرف هل حضرتك مريض سكر او لا، فالطبيعي انه يكون اقل من 5.7%. لكن لو كان من 5.7% ل 6.4، يبقى حضرتك في مرحلة الخطر محتاج تدخل سريع علشان ترجع مستوى السكر في الدم عندك للأرقام الطبيعية وتقي نفسك من مرض السكر. لو كان أكتر من 6.4%، يبقى حضرتك كده مريض سكر ولازم تبدأ علاج على طول. طيب التدخل السريع ده عشان نقي نفسنا من مرض السكر بيكون عبارة عن إيه؟ هو باختصار حضرتك هتحتاج تظبط أكلك، تزود نشاطك، تقلل وزنك الزايد. وكمان اتكلمنا بالتفصيل في الموضوع ده في فيديو هيظهر قدامكم دلوقتي. طبعا تشخيص مرض السكر زي ما اتكلمنا في فيديو تاني ما بيعتمدش على قرايه واحده. فلو حضرتك القياس بتاعك طلع في مرحله ما قبل السكر او طلع ان حضرتك مريض سكر، لازم نعيده تاني. ده كده بخصوص السبب الاول اللي بنعمل تحليل السكر التراكمي عشان. نيجي بقى للسبب التاني، ان لو حضرتك مريض سكر وماشي على علاج وعايزين نعرف ايه الاخبار، مستويات السكر عندك في الدم في المستويات اللي احنا عايزينها ولا لا. فاغلب المرضى الهدف بتاعنا ان احنا نخلي السكر التراكمي عندهم اقل من 7%. لكن في استثناءات، يعني لو حضرتك مريض سكر وسنك اكبر من 65 سنة، او لو بتتعالج من امراض تانية، ممكن الهدف بتاعنا يبقى اعلى شوية. بنسمح بالسكر التراكمي لحد 8%، لكن مش اعلى من كده. وبرضو الطبيب هو اللي بيحدد ده بناء على تقييمه لحالة حضرتك. سؤال مهم جدا، اعمل تحليل السكر التراكمي كل قد ايه؟ معانا اكتر من احتمال. لو حضرتك كنت بتعمله علشان تعرف هل حضرتك مريض سكر او لا، وبعدين الرقم طلع في الارقام الطبيعية، بنعيده بعد 3 سنين. ده بشرط ان في خلال الثلاث سنين دول ما يكونش ظهر على حضرتك اي علامة للاصابة بمرض السكر، وحضرتك كنت ملتزم بنمط حياة صحي. مش بنحتاج نعمله الا بعد 3 سنين من الاختبار الاولاني. طيب لو حضرتك كنت بتعمله لنفس السبب عشان تعرف هل عندك سكر او لا، وطلع في مرحلة الخطر، في الوقت ده لازم حضرتك تبدأ نمط حياة صحي زي ما الطبيب هيقولك، وبعدين تعيده تاني بعد فترة من 6 شهور لسنة. طيب لو حضرتك عملته لنفس السبب عشان تعرف هل في مرض سكر أو لأ، ولا قدر الله حضرتك طلعت مريض سكر وعدت التحليل وتأكد التشخيص، تبدأ العلاج فورا وبعدين تعيده كمان 3 شهور عشان نعرف هل العلاج اللي بدأناه مع حضرتك مناسب ليك ولا محتاج تعديل. طيب الحالة التانية إن لو حضرتك مريض سكر وبتعمله عشان تتابع، فبيعتمد على النتيجة وعلى تظبيط حضرتك للسكر. لو حضرتك مستويات السكر عندك في الدم مظبوطة وعملت تحليل السكر التراكمي وطلع في الهدف بتاعنا زي ما وضحنا في أول الفيديو، يبقى كده محتاجين إن حضرتك تعيده بعد 6 شهور مش قبل كده. طيب لو حضرتك مش مظبط السكر بتاعك وكان مستوى السكر التراكمي أعلى من الهدف بتاعنا، أو إن لو حضرتك لسه مغير العلاج بتاعك، في الوقت ده بنعوز نعيد التحليل تاني بعد 3 شهور. سؤال مهم، احنا ليه اصلا بنعمل السكر التراكمي؟ وليه بنحتاج نتابع بان احنا نعمل السكر التراكمي؟ بنحتاج نتابع بيه لان السكر التراكمي هو وسيله بتعبر لنا عن مستويات السكر في الدم، مش دلوقتي حالا، لا، على مدار الكام شهر اللي فاتوا، في الغالب 3 شهور. فبنقدر نعرف منه ان العلاج اللي حضرتك ماشي عليه هل هو مناسب ليك وبالجرعه المناسبه ليك ولا لا. وكمان برضو بنعرف مدى تاثير تعديل نمط الحياه على مستويات السكر في الدم. يعني لو حضرتك بدات تقلل وزنك وتاكل اكل صحي وتمارس الرياضه، عايزين نشوف تاثير ده على مستويات السكر في الدم عندك ايه اخباره. بنعمل ده كله عشان نتاكد ان حضرتك مستويات السكر في الدم عندك مظبوطه، عشان نتفادى المضاعفات المترتبه على اختلال وارتفاع مستويات السكر في الدم زي التهاب الاعصاب ومشاكل الكلى ومشاكل العين لا قدر الله. وكمان لان تظبيط مستويات السكر في الدم بيقلل خطر الاصابه بجلطات القلب وبالسكتات الدماغيه لا قدر الله. مهم جدا نعرف ان متابعة مستويات السكر في الدم ليها طريقتين. اول طريقة هي السكر التراكمي وده اتكلمنا فيه بالتفصيل. تاني طريقة هي قياس السكر العادي عن طريق الجهاز والشكاكة اللي موجودين مع معظمنا. بس لازم نوضح احنا محتاجين نقيس كل قد ايه ونقيس امتى بالظبط وامتى نقلق وامتى لا. ده كله هنتكلم فيه بالتفصيل في فيديو لوحده. وبكده نكون خلصنا موضوعنا النهارده.
أتمنى حضراتكم تكونوا استفدتوا. شاركوا الفيديو مع اللي بتحبوهم ويهمكم صحتهم، وأشوفكم في فيديو جديد.